السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ميعاد اليوم بتاع تنظيف الحمام، تنظيف للحمام، وهننضف نص الأوضة دي كلها. شايفين انا كل اسبوع باجي اعمل التنظيفة محترمة للأوضة كلها، بس بعد اسبوع بتتبهدل. وكمان بطهرها بالمطهر ده اهو، ده مطهر ومركز، برشه على الحمام ورشه على الأقفاص ورشه على كل حاجة. دي كانت ازازة فاضية بتاعت سترس، حطيت فيها من ده وبحط عليه ميه، اكمله بالميه كل 20 سنتي بكملهم ميه على لتر ميه يعني، وبطهر بيه الاقفاص وطهر بيه الاوضه كلها عشان يفضل الحمام عندك نظيف والدنيا عندك زي الفل اهو زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اصور معاكم بقى الحمام قبل ما نبدا التنظيف، وبعد كده ناخد الصوره بقى ايه على النظافه بعد كده. هنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. شايفين الخير الجديد اهو، بسم الله ما شاء الله. 2 صغننين اهم. نيجي على القفص التاني فيه حصويتين، بيسموها حصوات، البيض بتاع الحمام بيسموه حصوات، حصويتين حلوين ما شاء الله اللهم بارك. هنا مفيش، الحمام قلقان مني. وهنا دول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يومين كده وهيدبحوا بقى ان شاء الله خلاص اهم. هنا فاضي مفيش حاجه، وهنا القمر بتاعنا اهو تحت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اهو، اللهم بارك اللهم بارك. هننضف كل ده، محتاج نظافه. النفسه الثانيه دي بقى فاضيه ما فيهاش حاجه، كل ده محتاج نظافه. هننضف كل ده واصور معاكم بعد كده. هنا كنست طبعا، بصوا في حاجات في الارض اهي ما بتطلعش، لازم السكينه بتاعت المعجون دي، لو عندك سكينه المعجون دي تعملي بيها كده كنت تطلع الحاجات اللي ترسى في الارض دي، دي اهم حاجه من النظافه. الحاجات دي بتعمل فيروسات وتجيب امراض للحمام، فلازم تتنضف كده، هو دي النظافه الصح. طبعا مش كل مره بعمل كده، طبعا كل فتره لما بجيب سكينه المعجون دي واقعد اعمل فيها البلاط ده عشان ينضف، وهعمل بها الاقفاص برده عشان نطلع كل الفضلات اللي لازقه دي. لكن بالمقشه من وقت للتاني بكنس عادي، وبعدين كل فتره بروح جايبه سكينه المعجون دي واقعد بقى اعمل كده عشان انضف الارضيه وتبقى زي الفل كلها كده. اهم حاجه النظافه تبقى تمام كل فتره، مش لازم على طول يعني. دول بقى الحلوين دول هنقلهم انا بقى في القفص التاني اهو عشان انضف القفص ده عادي. هنا كده القفص ده نضيف، مش محتاج تنظيف ولا اي حاجه لانه ما فيهوش حمام اصلا. تانية اهي هم هنقلهم هنا. طبعا هم مستغربين القفص لحد ما انضف القفص ده، شايفين حالته عامله ازاي، مع ان انا كنت منضفاه من فتره قريبه. هشيل بقى ايه كل القش اللي فيه ده كده، وانضف الفضلات اللي موجوده بره دي بسكينه المعجون اهي، واقعد بقى ايه اعافر معاها كده اهي لحد لما اطلعهم، مع ان انا كنت منضفاهم من فتره بس برضو بصوا عاملين فضلات جامده خالص. هنضف بقى كل ده وهفرش القفص واوريكم النظافه والرش اللي هرشه عليه المطهر، وهنخلي الدنيا زي الفل، مش هنسيب حاجه الا لما هننضف. قفص نضف اهو بقى زي الفل، شلت كل حاجه منه. ابتدي بقى ارشه بالرش ده كل القفص من جوه، حتى لو الرش ده جه على الحمام مفيش مشكله، هو ده اصلا مطهر للحمام وللفراخ ولكل حاجه اليود ده. رشيت القفص كله كده بقى، هسيبه دقيقه ينشف وبعدين احط فيه القش. احط بقى فيه القش اهوت واظبطه علشان انقل فيه الريحه بتاعت اليود. انا عاملاه مركز شويه فالريحه هتخليها الواحد يكح اهو. هنقل بقى فيه الحمامتين الحلوين دول الخايفين اللي حاسين ان هم قاعدين في غربه اهمت، وادي التانيه اهم، رجعوا بقى لمكانهم اهمت زي الفل. يا جماعه بعد ما خلصنا تنظيف، شكاره مليانه قش مش نظيفه اهوت كله، والجردل ده تراب. انا مش عارفه التراب ده الحمام ده بيجيبوه منين، كميه التراب الرهيبه دي جت منين انا مش عارفه. انا دايما في نظافه، بس شايفين ما شاء الله على النظافه والحلاوه، شايفين حاجه كده في منتهى الجمال. كل شهر بعمل التنظيفه الجامده دي، غير كل طلعه حمام بنظف بعد الحمام لما باخده انظف الاقفاص وبحط لهم قش جديد. دايما مش قادره اقرب من دي عشان ديت قاعده على البيض بتاعها.
ودي الفصل ده فاضي وده فاضي، وده فيه الحمامتين اللي انا صورتهم لكم همت، ودي خافت على الحمام الصغير بتاعها واقفه على القفص اهو. كلهم عقموا رشوا، اللهم بارك، حاجه في منتهى الجمال. دايما راعي طيورك نظافه واهتمام، هتلاقي الانتاج حلو وتلاقي حاجات جميله. العلب بتاعهم اهوت والميه، وكمان تحديد. التحديد ده هبقول لكم عليه تاني بقى في فيديو تاني، اقول لكم ايه هو التحديد اللي بنحطه للحمام وايه فوائده ومهم في ايه. اهم شايفين اللهم بارك، حاجه في منتهى الجمال.